اهلا وسهلا، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ الله، العشرة ديال الصباح هادي ساليت طيابي، ساليت شغالاتي وغنجلس داير نضرب شويه البيانو. لكن هاد الرواح ما شكيت عليكم، مازال مبغاش يفوتني، ما خديت حتى شي دواء، ما كنحملش الدوايات، الجسم ديالي ما كندخلش ليه الدواء. المهم فين غنجلس باش نهضر معاكم؟ نحط التليفون، ويلي التليفون، نحط الكاميرا هنا ونهضر معاكم في واحد الموضوع خويا عليكم قلبي. يا ربي ما تطيحش، عرفتي حطها دابا في واحد الموقف نوجيكم لي الروين الصالون مرون خليه. كنتمنى تكونوا لاباس وبخير ومورال هاني. الحمد لله. بديت نصلح الوضع مع ولادي، ماشي بديت، الحمد لله صلحت الوضع مع ولادي، يعني الحمد لله اللي جا عيد ميلاده هذا هو يعني كانت الفرصه اللي نصلح فيها الوضع انا وولادي، اللي نكسر معاهم هذاك الحاجز هذا. ما بنتش معاكم في الفيديو السابق، ها انا الشعر كان كاعي، كنت كاعيه الوضعيه، نعوش ليكم، كنت فيا لا غريب بقى، كانت مزيراني، وهادشي اللي كاين. بالنسبه لواحد باش ما نطولش عليكم في الفيديو، الواحد التعليق شفتو على قبل يوسف. كان قالت لي واحد الاخت كنتمنى انه يتفهم الوضع ديالهم، حتى هما انه باهم وامهم داو مطلقين، كنتمنى يتفهم الوضع ديالهم. بغيت نسطر على هاد النقطه هادي ونخوي عليكم شويه قلبي. شوفوا البنات، انا ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، اللي كاينه كنقولها لكم. عندي بيض كحل كحل، ما عنديش في المنطق ديالي شي حاجه سميتها الكري. المنطق ديالي ما عنديش فيه شي حاجه سميتها الكري، بيضه حاجه كحله كحله. اول حاجه يوسف من اكثر الناس اللي قدروا يتفهموا ولادي، غا ما تديوش ليا على هاد الروين الله يحبكم. من اكثر الناس اللي قدروا يتفهموا ولادي. علاش؟ لانه حتى هو باه وامه مطلقين، وهو كان عنده 20 عام. ملي كان في عمره 20 عام كان مشى للعسكر، مخلي مو باه في الدار عادي. اتجه تليفون، امك وباك واقفين دابا على الطلاق، راه غادي يطلقوا. الدري ما عرف راسو باش تبلا، كان عارف وكيشوف المشاكل ملي هو صغير، باه مع مو بجوجهم الطبع ديالهم غوات ومضاربه، وغاداك الضرب وداكشي ما كانش. الغوات والمضاربه والصداع، يعني كبر في الصداع. هو خوه صغر منه ب7 سنين، لكن هو اللي تاثر، هو اللي هز الدقه ديال بصح. عيطوا ليه ما عرف راسو باش تبلا في اخر الدنيا، يعني في الحدود ديال تركيا ما بينها وبين سوريا. ما عرف راسو باش تبلا، طلب اذن من عند الكومونطان ولا كيقولوا ليه، المهم هذاك الشيء ديال العسكر. طلب اذن عندهم صيمانه باش يجي، تفهموا الوضع ديالو العائلي وصيفطوه. جا في الهليكوبتر كيجري، صيفطوه في الهليكوبتر كيجري. جا لالا لقاهم كيطالقوا. نيري الكاميرا غطيح ساره، قاسي تبتي الارض. بلاتي عنده واحد التصويره في الانستغرام ديالو، موراه واحد الهليكوبتر، هي هذيك اللي العسكريه جا فيها وضع طارئ. ما هذا السيد الله يعمرها دار تفهم الوضع ديالو. واحد اخر يقول لي انا مالي، حيت كيعرف باه، انا مالي سوقنا في مشاكلك العائليه، هذا كيعرف باه وداك الشيء صيفطوه. ما عليناش، طاح عليه فم ثاني. طلقوا ياك. وقف مع امه، وقف معاها لانها عندها الحق. شاف المعاناه ديالها. الاطفال ولا الاولاد ولا الكبار ولا الصغار كيشوفوا المعاناه ديال الام، كيوقفوا جهتها، ووقف مع الحق. مو كانت مظلومه بزاف، حتى هي بخبيزتها، انا جاي لكم الهضره، حتى هي بخبيزتها، لكن شاف انها تضررت. فهمتوا؟ طالقوا، دازت واحد المده، باه تزوج، ودازت واحد المده كان عايش مع امه هو وخوه، كان عايش مع امه. كان في بالو انني من نهار غنبغي نتزوج غنشوف وحده اللي تقبل لي امي تعيش معايا، والا ما غناخدش هاد السيده هذه اللي غنبغي نتزوج بها مثلا. لانه
خاص مو قالك مي كنت باغيها ناوي وداير بلان انني غنعيشها معايا، عليها غنشوف هاد السيده اللي غنتزوج بها ونكمل معاها حياتي. اش دار تمو؟ كان متعلق بمو بزاف. اش دار تمو؟ جات واحد النهار قالت ليه فلان انا غنتزوج. ناري يعني شنو هو دري عنده 21 عام ديك الساعات، طلقوا هما عنده 20 21 22 بحال هكاك، هادشي كيعاود ليا. قالت ليه انا غنتزوج. تصدم، ما عرف راسو باش تبلا. اش نقول لكم؟ قال لي بغيت نقتلها داك النهار، بغيت نقتلها انا زعما. مسكين كان ديك الساعه اش نقول لكم، يخدم ويقرا في نفس الوقت، كيجيب المول فلوس ومبرعها ومهلي فيها. قال لها انا ما كنخلي ما ندير علاقه بلك ونخليك محتاجه حتى شي واحد غتتخليني وتمشي تزوجي. خلاتو، مشات تزوجات متقاطع معاها. وفي الاخر قال ماشي مشكل، نكون يعني رضات الوالدين ورضا ديال امي ناخذهم. مشى هز خوه ومشى للتكاتب ديالها، داروا تكاتب بحال العرس صغير. هز خوه وقال لي خصنا نوقفوا مع امي. هزو، تخيلوا خصوصا يعني ولد مراهق، راه شحال صعيبه عليه، راه صعيبه، راه شنقول لكم، الدري ماشي تا بنت يشوف مو غتتزوج يعني انسان شخص تاني تخليه وتمشي. هزو مشى للكاتب ديالو وقال هذاك السيد اللي تزوجت به، قال لي شوف انا ما راضيش على هاد الزواج، لا انا لا خويا، ولكن مجبورين اننا نوقفوا مع امنا نهار الفرح ديالها. دازت عامين السيده طلقات، ما تفاهمش مع الطلقات. رجعت ليه قال لها دابا لا انت امي ولا انا ولدك، علينا بالتقار، لا انا ولا انت. مشى عاش مع جداتو وجدو هادو اللي هنايا، ما عليناش صافي. وباه بقى مجوج، باقي مجوج لحد الان. هاد الوضع هذا هو اللي كسر هذاك الحب اللي بيناتهم، اللي بيناته هو ومو. يعني احترام كاين ولكن ما بقاش ما عنده مع مو حاليا لحد الان. رانا ديما نقول ليه سير عند امك، عيط ليها، طلع عليها، لكن كيقول لي ما تبزيش عليا. عارف طبع مو كي داير، يعني الام راه ديما كتكون ام. كي يديرني خاطري عليها. ولدها الاخر عايش مع جدو وجداتو، عايشه بوحدها هي وختها. مهم انا هاد الوضع هذا ديال يوسف هو يعني كنشوف فيه هو اكثر انسان يقدر يتفاهم. كيقول لي راه هادو وليدات صغار، كيف ما كان الحال غادي يولفوا بالمعامله ديالنا، بالاهتمام ديالنا معاهم، غيولفوا فعلا. ماشي سهله عليهم، حتى انا ماشي سهله عليا، ما كانش سهله عليا. لكن ملي كيكون الانسان قال لي مراهق كتكون صعيبه اكثر. راه كيقول لي راه نحمد الله اللي ما مشيتش لديك الطريق يعني الخيبه، الحشيش، الشراب، البليه. قال لي في الوضع يعني في واحد السن اللي حساس، قال لي ثبت نفسي وبديت نصلي ودخل في داكشي ديال الديانات والجماعات وداكشي. قال لي بديت نثبت في راسي ومشيت ندير نصلي والجامع وهذا. قال لي الحمد لله اللي تعديت هذيك المرحله بسلام. واحد اخر راه مسكين راه تلقاه في الزنقه جالس يتشمكر ولا ما عرفتش. قال لي واحد الوضع اللي تحطيت فيه ما نعاودش لكم، بحال تلقى صدمه من مو، فهمتوني. ومو دابا ملي بغى يتزوج بيا وداكشي، اكثر وحده تفهمات الوضع. قالت لي انا فاهمك وحاسه بك، حتى انا تزوجت وانا عندي جوج ديال الاولاد، راجل بغاني يقبلني بولادي. مهم ولدي يكون فرحان ويكون مرتاح معاك. قالت لي انا نهزك فوق راسي، ولدي السعاده ديالو اهم حاجه. حيت انا مريت بنفس التجربه. كلشي قال لي علاش انت عندك جوج ديال الاولاد وهذا وغيعيبوا عليك ما عرفت شنو. قالت لي ما تسوقت حتى شي واحد، تزوجت ولكن ما تفاهمتش معاه. بعد عامين قالت لي طلقت. لكن المشكل اللي عندي معاها، المشكل نجيكم الصراحه، دابا ما كنمشيو عندها، ما كتجي عندنا، ما والو، ما كان نادرا غير في الاعياد فين كنعيط ليها، يعني الواجب كنقوم به. اما داك خطيبتي كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق اللي قبل من هذا، اللي قبل من الاخر، ما عنديش، ما بقاش عندي. لانه علاش؟ بحال بغات دير الفتنه. ملي كتشوفني قبل العرس
قبل العرس راه كنا مقاطعين معاها، لا انا لا هو. دارت مشكل، مشينا عند باها لالا، كانت ماما، مشينا عند باه، عرضت علينا مراته وهو، تعشينا معاهم، صورنا ستوري وحطيناها. انا فيما كنمشي عند عدوسي كنصور معاها فيديوهات ماشي غير ستوريات، راكم نتوما شاهدين. راجعين في الليل وهي تعيط لينا، عيطت لي انا في تليفوني، حطينا ماما وجالسين كندورو في الزنقه، ولادي السبت والحد ما كاينينش. حليت لو بارلور من الطوموبيل وهي تقول لي واش انتي كديريها بالعاني؟ قلت لها شنو كندير بالعاني؟ قالت لي باغا تفقصيني، كتبغي تفقصيني ياك، كديريها بالعاني باش تفقصيني ياك؟ قلت لها شنو درت؟ قالت لي مشيتي عند هادوك وحطيتي عندهم ستوري، تصورتي معاهم وحطيتيها وفرحانين وناشطين وداكشي باش تقلي لي السم. ناري، قلت لها علاش نقلي لك السم؟ وينوض ولدها قال اش كتقولي، اش كتخربقي، واش انتي لاباس، واش انتي هذا؟ اجدك عليها، قال لها تقولي لها هاد الهضره، اجدك عليها. قال لها عندك شي مشكل حليه معايا انا، هضري معايا انا، ما قاص ما دارش ما قاسك عليها زعما تهضري معاها بهاد الطريقه هادي، تقول لها هادشي. وانا نقول لها شوفي، انا ما عندي لا مشكل لا معاك ولا معاهم، هذاك باه ومرت باه، واجبين عليا نحترمهم ونمشي عندهم ونزورهم كيف ما كنمشي عندك ونزورك حتى انتي، وكنصور معاك ماشي غير ستوري، كنصور معاك فيديوهات. فينا ماما؟ قلت لها ديك الساعه باقا كنتش كنصور مع باه ولا مراتو نبينهم في الفيديوهات. قال لها كيغوت في الطوموبيل، قال لها انتي اول وحده عرفتها عليك، ما عرفتهاش عليهم همايا. اول حاجه، اول وحده جبتها لك انتي 4 ولا 5 المرات عاد باش مشيت عرفتها على با. قال لها عارف راسك اش كتقولي؟ هو يغوت وهي تغوت، صافي قالت ليه باقي العرس، غنديروا العرس. قالت ليه وسير عند باك هو يعاونك في العرس، ما تسناو مني والو. سير عند باك هما يعاونك في العرس، ما تسناو مني والو. قال لها شوف انا ما محتاجك لا انت لا با، الحمد لله انا برزقي غندير عرسي لراسي وغنقوم به لراسي. وفعلا ما عاونو حتى شي واحد، عرسو دارو راسو الحمد لله، عنده فلوس وعنده رزقه ميسر عليه الله، اللهم لك الحمد. ما دارت حتى شي حاجه. قال لي ما نحتاج شي واحد زعما باش يتمنن عليا من بعد، ورا انا درت ليه العرس. دار ولا دابا بحال الرقابه بين مو وبين باه. قالت مو احنا غنشوفوا، قالت احنا غنشوفوا شنو غيدير لك في العرس، احنا غنشوفوا باش غيعاونك. قال لها ما تعاوني لي انت لا هو، عقلوني عطوني التقار. تزوجتوا كل واحد بناحيته، كل واحد مشى لحياته. قال لهم باقي ما عاطينيش التقار، بعدوا مني. قال لهم باغي حد على قوة الله اكبر. يعني كنشوف فيه مسكين وحيد، تعرفت عليه كان عايش بوحدو في دارو بوحدو، ما بحال يتيم. والله كيضرني قلبي عليه، كيضرني خاطري عليه. ملي لقاني تلاقيت معاه بحال حسيت به، بحال بغى داك الحنان ديال الام اللي ما عمرو ما شافو. كيقولها لي ديما مسكين، كيقول لي انت راه حسيت بك بحال امي، بحال اختي. كنحط راسي على كتفك، قال لي كنرتاح، كنسى همومي. اي واحد راه ما خطاوش المشاكل، مشاكل عائليه ولا مشاكل ماديه ولا مشاكل معنويه ولا كي مسكين كيبقى فيا. والله العظيم كيقطع لي قلبي. بعد مرات كنشوف ملي كتجي ماما مثلا نعنقها نبوسها وهذا، حتى هو كيجي حداها كيبدا يهر فيها، يعني ما كيهضرش مع، ما كيلعبش مع مو ولا ما كيتحتتش معاها. لاباس لاباس كي دايره كي دايره بحال هكا، وبجوجهم مغوبشين، ما بيناتهمش هذاك الديالوج ولا الحوار. لا، ماما مسكينه كيتفاهم معاها، عزيز عليه، كيحمق عليها. يعني اش غنقول لكم، عدوستي تقاطعنا معاها 9 شهور. انا ما عنديش انا تا الظلم ما نبغيه، حتى حد ما يبغي الظلم. عيطت علينا مرات خالو من بعد 9 شهور، مرات خالو دايره عيد ميلاد بنتها، عيطت علينا قالت لينا اجيو، راه مو حتى هي غتكون. قالت لي مو حتى هي غتكون باش نصلحوا الوضع بيناتكم. قلت لها مرحبا. ما بقى مضرني خاطري عليه زعما مقاطع مع مو، انا راه ما هامني حتى شي بشر. انا عارفه راسي اش كنسوم، عارفه راسي ما درت الغلط في حتى شي واحد، ما هامني حتى شي حد. راه هو اللي ما بغيتوش يبقى مقاطع مع مو. مشينا عندهم، امو كانت جالسه دايره ها، طلعوه تهبط. ملي دخلت انا وياه تحنيت بست ليها يدها، كيف ما عارفين نتوما الاتراك الكبار كيتباس ليهم يدهم. تحنيت دارت لي ها زعما بست ليها يدها، يعني صغرت راسي، جلست حداها.
وي تقول لي والعيالات والسيده عارضه على الجيران وعلى العائله عيد ميلاد ديال الاتراك مشكله. بحال دايرين خطبه. وي تقول لي ما عرفتش قالت لي غير اعترفي جلس، غير اعترفي قدام العيالات وقدام كلشي، غير اعترفي بغيتي تفقسيني ياك ناري ولدها كاين وخوها والناس عرفتي شنو درت لها تقاديت معاها قلت لها شوفي قدام كلشي والله ما حشمت، قلت لها شوفي ما تزيديش تطلعي ليا القرده، رانا اصلا طالعه ليا من جهتك، انا ما ظلمتك ما ظلمت حد، انا ما كنعرفك ما كنعرف باه، انا تعرفت عليكم من خلال ولدكم، وانا اختاريت ولدكم لانه بغاني واحترمني وبغى لي ولادي. قلت لها ما قد على مشاكل ما ديري لي مشاكل، قلت لها اللي عندك اللي فيا كافيني، كل واحد همه كافيه، انا ما بيني وبينك باش ندير نفقسك، ما بيني وبينه باش نفقسو. هو راجل زعما باه. قلت لها نمشي فين ما بغيت نجي فين ما بغيت نصور اللي بغيت، انا حره، ما عندكش الحق تقولي لي تمشي عندهم ما تصوريش ولا ما تمشيش عندهم، علاش غتمشي عندهم وتتعيب في مرات باه ظريفه ديك الانسان تعيب فيها. قلت لها شوفي الا عندك شي مشكل معاهم سيري حليه معاهم كيف ما كندير دائما مع اي اشخاص في حياتي مضاربين، كيف ما درت مع راجلي وصاحبتي، عندكم مشكل سيروا حلوه بيناتكم ما تدخلونيش، لا ما تدخلينيش في مشاكلكم العائليه. عطيتها ولدها غا كيشوف وبقاتها كتشوف. ولا فهمتيني غلط قالت لي في الاخر لا فهمتيني، قلت لها ما كاينش شي حاجه اللي لا ما كاينش مجال باش تفهمك غلط، انت اللي درتي الغلط وخصك تعترفي بالغلط ديالك، انا ما درت لك حتى شي حاجه وولدك ما دار لك حتى شي حاجه. ايوا صافي مرت خالو بدات كتسكت فينا وتهدن فينا، صافي ديك الساعه بشويه رجعت المياه لمجاريها بالفضل ديالي، انا اللي كنعيط ليها وعنقتها وبستها وقلت لها صافي الله يسامح. وملي جا العرس داز العرس آه, داز العرس. انا مورا العرس راكم نتوما شفتوا ما بارطاجيتش شي حاجه في ديال تصاور بزاف ديال العرس، شي 3 ولا 4 وواحد ريلز مع جوج، يعني ما حطيتش العائلات وها نتوما كتشوفوا ماما ما كايناش في التصويره في الانستغرام، كاينه انا وياه فقط. كنشوف السيده ما عيطتش، انا كنعيط ديما 2-3 مرات في السيمانه، كنشوف السيده ما كتعيطش وانا نقول بلاتي ما نعيطش انا واحد السيمانه ونشوف. ما عيطت ما سولت ما صيفطت ميساج، ستوريات ديالي ما كتدخلش ليهم، ما كديرش لايك للتصاور كيف ما كان كيف ما العاده. قلت هادي عندها شي حاجه ضراها، هادي عندها شي حاجه ضراها. بقيت هكاك البنات شهر مورا العرس ما عيط ما سولت ما حتى شي حاجه، حتى نشوف اش غدير، واش غتعيط واش غتسول واش عندها شي حاجه والو. وانا نعيط لمرت خالو قلت لها شوفي واش كاين شي مشكل كاين شي حاجه انا ما عارفاهاش. قالت لي في الصراحه مقلقه عليكم بجوج ما حطيتوش تصويرتي، قالت لك في الانستغرام. انا النهار ديال الحنه ونهار ديال العرس اللي كان طاغاني ستوريات وداكشي اللي كان طاغاني عاود طاغيت وعاود بارطاجيت دوك الستوريات. مرات باه كانت طاغاتني عاود بارطاجيت، انا دخلت للستوريات وكنشوف اللي مطاغي كنعاود نحطه، هي ما طاغاتني ما حتى شي حاجه، ما جاش في بالي اصلا انا هاد التخربيقه هادي. ما حطونيش في الانستغرام، حطوا مرت باه بجوجهم باغيين يفقصوني كيديروها ليا بالعاني كيقليو ليا السم ما هادي قالت ليهم لعائلته لعائلتها زعما، والناس في عائلتها ناضوا قالوا لها شت عروسك ما حطاتش تصويرتك ما بارطاجاتكش، علاش زعما زادوا العيالات زادوا الطين بله زادوا شعلوا العوافي. اختي العيالات ناري كيد النساء والله العظيم ما كاينش بحالو كيد النساء. داروا مشكل بيناتنا، قلت لها هكاك ايوا خليها. دابا هذه ثاني مره قلت لها كتظلمني وكتهجم عليا مثلا بحال كتهجم عليا بحال تفتري عليا ماشي تفتري عليا بالعاني كيقليو ليا السم، لا هي لا هو، وهي اللي فيها الغلط، هي خصها توجه ولدي تقول ليه حط امك اجي نحطوها اجي نبارطاجيوها اجي هذا. هادشي اللي قالت لي مرات خالو، قالت لي هادشي اللي قالت ساره. ما بغيتش نعيط لك ونقولها لك باش ما نديرش المره ديالك حتى تعيطي ولا تسولي عاد نقول لك تجبد الهضره. قالت لي هكاك عاوتاني دارت معايا نفس الغلط. ايوا صافي هي اللي تعرف صوالحها، هادشي اللي كاين. ما بقيت نعيط ما بقيت نسول ما حتى شي حاجه. في الاعياد في الليله المعراج، اسراء والمعراج، هنا كيعيطوا لبعضياتهم كيباركوا لبعضياتهم داكشي.
هز التليفون باغاش تدوي منفخه. كدير فيا قلت لها مبروك، وهذا هاد الليله المباركه وهذا كي دايره لاباس؟ لاباس. قلت لها يلاه تهلاي في راسك. قالت لي بسلامه. قطعت. لا والله الا كانت لك ولا كانت لك، سمحي لي وبالزربه في خاطري. قلتها لولدها، قال لي ما ديرش بالك. قال لي هي هكاك. يعني ما المشاكل العائليه ومشاكل مع العدوزه راه اعدى حاجه عندي. المشاكل العائليه ومشاكل مع البنادم. واحد الانسانه كنهرب من المشاكل، كيف ما كنقولها دائما، انا واحد الانسانه عايشه في الدائره الخاصه ديالي، ما عندي ببشر، ما عندي ببنادم، ما عندي بوحدي، عايشه في العالم الخاص ديالي. عايشه في العالم الخاص ديالي في ركوب الخيل، الحاجات اللي كنبغي، هاد المشقوق. شفت فيها طافي البيانو، يعني الحاجات اللي كنبغي، ما عندي مع بشر. شوف الله يخليكم كي جاكم تقاشري، انا راه تقاشري نموت عليهم، عندي عران تقاشر بقى لابسه هادو تيتوسخوا نصبنهم عاود نلبسهم. يعني هاد المشاكل هذا هو اللي بغيت نوضح لكم. شفت واحد الميساج اخر جاني على عدوستي، ما كتشوفوش ما والو. علاش؟ واش كاين شي مشكل؟ علاش ما كتشوفوش؟ ديجا جات عندي لداري، جايفه داري وداكشي، جات عندي، لكن صافي شديت تيقاري حتى نهار العيد ان شاء الله، وناويه نمشي انا وياه نعيدوا عليها ونشوفوها. تقول لي ساره لا علاش قطعتي الهضره؟ انا ما قطعتش الهضره، هي اللي بغات هذا الشيء، قالت ما عندي ما ندير بهم. كتقول للناس، كتقول ما عندي ما ندير بهم، لا هي لا هو، هي اللي تعرف صوالحها. انا ما زايداني ما ناقصاني، كتبش عليكم. يعني ما الحمد لله ما عنديش شي وحده اللي واقفه لي على راسي دير لي فيها عدوزه وداكشي. انا راه ما خلقاتش المراه اللي دير في اللي هي فيها عدوزه. حتى الاخرى القديمه كانت في الاول حيت اجنبيه وما كنتش كنعرف اللغه وما كنت كنعرف حتى يمكن اللغه، ما كنتش كنعرف التركيه. انايا راه التركيه تعلمتها مع ولادي، ما نعرفش. وهذا كانت باغا دير لي في عدوزه، ولكن لقاتني مغربيه فايقه. واخا ما نعرفش اللغه، كان بوجي زعما لي غريماس ديال وجهي، الملامح زعما ما عرفتش كيفاش زعما بوجهي كتعرفني، النظره ديالي كتعرفني اش باغا نقول، فهمتي؟ زعما كنوقف عند حدها. ومن بعد ملي ربيت الريش الحمد لله، وليت بنتي الزوينه، بنتي الزوينه لا هي لا راجلها نكارين الخير. شنقول لكم؟ حياني تنعجك انا ما جاني. يعني هذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر لكم فيه، يعني توضيح بالنسبه لعدوستي، علاش ما كتشوفوش، علاش ما كديروش، علاش ما كتفعلوش. توضيح، هي باغا تشد تيقارها، حتى انا اختي شديت تيقاري. ولدها منو ليها، كنقول ليه دير الواجب، سير عندها، طلع عليها، عيط ليها، كيقول لي هي ما باغاش هادشي. تنشوفوا حتى لين، لكن في العيد ناويه نمشيو عندها. قلت ليه نمشيو عندها في العيد ونطلعوا عليها ونبوسو يدها ونبوسو راسها، نتسامحوا معها. ما كان بغيش انا نبقى عندي شي خلافات مع شي واحد كيف ما كان، خصوصا ام الراجل. لا، الرضا ديالها خصني ناخذو، لنا لا هو. تكون راضيه شعلك امك ولا عدوستك، راه عمرك ما تطفري. واخا تكون غالطه فيك، خاصك تكوني راضيه عليك. تغلط فيك وداكشي وقفيها عند حدها، ولكن خودي بخاطرها. بحال الدراري الصغار، كتاخدي بخاطرهم حتى كيضحكوا. هادشي اللي غندير، هادي الطاكتيك اللي غندير. ايوا هادشي اللي كاين. يعني يوسف باختصار اكثر واحد يقدر ولا كيتفهم ولادي، اكثر واحد، لانه تا هو مر من هاد التجربه الصعيبه، ماشي سهل اطلاق، ماشي سهل، مر من هاد التجربه هادي. وهذا الشيء علاش مطامن انا من جهه يوسف مع ولادي. دوزتو من اختبارات بزاف، جريت عليه بزاف، حيت كنت خايفه على ولادي، خايفه. لكن نجح في هاد الاختبارات والحمد لله تزوجنا. ودابا كنشوف يعني التعامل ديالو، خلي ما داير عليهم ساكن، والله العظيم ما مخلي ما داير عليهم، بحال هو اللي والده مسكين. وهذا الشيء اللي كاين. عيت بالهضره. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.